الو وصباح الخير او مساء الخير عليكم. بس انا عايز اكمل موضوع اللاواعي ده اللي قال عليه الاستاذ عبد الله رشدي. لان في شويه يعني مجموعه من الناس يعني بعتت وقالت انه مش عارف انت بتتكلم في ايه. يعني هو موضوع صعب انه يعني يتفهم او تستقبله. ليه؟ لان ناس زي عبد الله رشدي وهيثم طلعت اتكلموا فيه وهم لا يفهموا فيه، وفي مجموعة من الناس هي بتصدقهم. which is okay يعني ماشي، بس بيصدقوهم فبيفكروهم بيتكلموا في الكلام الصح. زي ما احنا عادتنا يعني عارفين ان يعني الشيوخ والناس دي ما بتقولش يعني عارفة كل حاجة، بيتكلموا فيزياء كيمياء فضاء اللي انت عايزه وهم صح. فاحنا متعودين على كده. فلما حد بيجي يقول لهم الموضوع ويشرحه بيبقى صعب، لان دي دراسه مش سهله يا جماعه. دي بنقعد سنين ندرسها، يعني مش حاجه سهله. ففعلا بيبقى صعب على المستمع ان هو يعرف يعني ايه لما حد متخصص مش متخصص. انا مثلا بس بعرف فيه كويس لان دارسينه وفي تجربه في شغل عنه. طيب، فعشان بس نرجع لموضوع الوعي واللاوعي، انا اقول لك ده انه اللاواعي ممكن تسميه اللاواعي، تسميه الغريزة، تسميه عقلك القديم، عقلك البدائي، العقل الباطن، الفطرة. هو ده اللي خلانا سرفايف، هو ده اللي خلانا نوصل لغاية ان النوع بتاعنا، الانسان الهومو سابيان الانسان العاقل، يوصل للمرحلة دي. لكن في مرحلة التطور احنا اختلفنا شوية عن القردة العليا زي الشمبانزي. الفرق بين مخنا وبين الشمبانزي ان احنا عندنا الفرونتال لوب، المنطقة المخ اللي هنا دي اكبر شوية. طب منطقة الفرونتال لوب دي فيها ايه؟ دي فيها العاطفة، الشخصية، الجود ميموريز، الباد ميموريز، الايموشن. فيها دي سعادتنا اللي احنا نعمل يبقى في نحسب ونجمع ونعمل علاقات، اللي هو اللي بيسموه الابستراكت. ان احنا بما ان اذن اللي عطتنا كل الحاجات دهيت، عطتنا الذكاء واللي احنا بنسميه اللقم الخبز، الحاجات اللي هي الايه اللي بنقدر نستخدمها في حياتنا اليوميه، التعامل مع بعض. لكن ده يعتبر العقل الجديد او العقل الحديث او المنطق. اعطانا المنطق، ازاي بنفكر بمنطق، ازاي نحط زائد واحد زائد واحد تدينا اتنين. ده اعطاني جواب منطقي اقدر اقتنع بيه. الاقتناع كل الحاجات دهيت الفرونتال لود ده عطاها لنا، اللي هو المنطقه اللي قدام دي. طيب، عشان اقول لك الفرق بقى، عشان اديك امثله انه الفرق امتى بيشتغل اللاواعي وامتى بيشتغل الواعي. اللاواعي هو عايزك سرفايف، بيشتغل على السرفايفر، ان انت تكون متأمن حياتك، مش عايزك يحصل لك ستريس يعني ضغط نفسي وعصبي، لان ده ممكن يأثر على الضغط، ممكن يأثر على المعدة. يعني مثلا المعدة، القرح والاي بي اس اللي هو الاضطرابات دهيت، دي بتحصل يعني لو واحد ما بيدخنش. لو حصل عنده واحد ما بيدخنش ولا بيشرب الكحول، لو حصل عنده قرحه، دي من الاسترس اكيد. او عنده اي بي اس اللي هو الاضطراب المعده ده، ما بيجروا اسهال وامساك واسهال وامساك ومغص ومش عارف ايه، بنساله انت عندك ستريس؟ لان دي ملهاش سبب. السبب الاول ليها بيبقى الاسترس اللي هو الضغط. فعقلك مش عايز يوصلك للموضوع ده، عقلك الباطني، عقلك القديم، عقلك البدائي مش عايز يوصلك المرحله دهيت. كمان عايزك تبقى انت ما تحرقش كالوريز كتير، مش عايزك تحرق كالوريز، مش عايزك تحرق سعرات حراريه اللي انت تبقى بقى رفيع وتبقى كده مش عارف مش قادر تمشي وتدور على ان انت تنقل جيناتك وتورثها. لان هو ده اللي عقلك عايزه، تاكل وتشرب وتورث جيناتك. بس عقلك الطبيعي القديم هو ده كده الغريزه. زي كل الحيوانات وزي كل القردة العليا. فبيعمل بقى حاجات، يعني مثلا في حالة الخطر على الحياة، خطر انت ماشي كده، هو طلع اسد في وشك، يروح جاي عقلك اللاواعي، عقلك القديم، اخد كنترول، اخد زمام الامور كل، هو في كنترول. يروح جاي عامل عملية
فايت او فلايت. فايت يا تصارع، فلايت يا تهرب. ايه اللي بيحصل؟ الادرينالين بيضخ بكميات كبيره جدا في الجسم، شرايينك بتوسع، دقات قلبك بتزيد عشان توصل دم واكسجين لكل حته في جسمك. الكبد بيفرز كميه سكر كبيره عشان الطاقه. الغده اللي هي الادرينالين جلاند بتطلع كورتيزون اللي هو الاستيرويد عشان يديك نشاط وحيويه. عضلات اللي هي فتحات الشرج والبول بتقفل، بتنقبض عشان ما تعملش بيبي ولا بوبو وانت بتجري ولا بتصارع. حرارة جسمك بترتفع شوية عشان محضرك عشان ايه؟ يا تصارع يا تجري يا تهرب. وفي ثواني، يعني في اقل من ثواني كمان، العقل الباطني بياخد القرار انك يا تصارع الاسد يا تهرب. وهو القرارين صح، اللي هتعمله صح، لان ده اللاواعي اخذ القرار. فيا تجري يا تصارع الاسد. هو اخذ القرار، وبياخد القرار على حسب جسمك وذكائك وقوتك والاجهزه اللي معاك، لو معاك اي حاجات انت هتقدر تستخدمها. هو ده اللاواعي. طيب لو فكرنا بقى وقلنا ان الواعي اللي هو عقلك الواعي بقى الحديث، اللي هو بيفكر بالمنطق وكده، هيفكر ازاي؟ هيفكر كده، هتقول له استاذ اسد لو سمحت اديني بس كام دقيقه كده افكر بسرعه. وهتفضل بقى تحسب المسافه من هنا للشجره 50 متر، والمسافه كده بيني وبين الاسد حوالي 100 متر. فانا لو جريت بسرعه 20 كيلو متر بس الاسد سرعته 50، وهتفضل تحسبها. فطبعا دي بتاخد وقت طويل جدا ان انت تحسب المسافه بينك وبين الاسد، والاسد سرعته قد ايه. طب ولو طلع يجري وانا طلعت اجري، مين هيلحق الشجره الاول؟ هيكون طبعا انت لو وقفت قدام الاسد وفكرت كده هيكون اكلك واتحل عليك وهضمك وانت لسه عمال تفكر. فعشان كده اللاواعي حفظنا من الحاجات دهيت، لان كلنا عندنا لاواعي يا استاذ عبده. يعني مش اللاواعي عند الناس المرضى بس، لا كلنا عندنا اللاواعي. المهم، طيب كمان العقل اللاواعي ده كمان عايز يحفظك من اللي هو الضغط النفسي. ما كمان دي بتسبب مشاكل، الضغط النفسي. فبيحميك، بيعمل لك او بيقدم لك شوية سلوكيات كده بتستخدمها لما تكون انت تحت الضغط النفسي دي، عشان ترفه، تبعد عنك الضغط النفسي ده. ما اهم حاجة انت لما بتفكر باللاواعي، هو مش بيفكر بقى مين اللي قدامك هيصدقك ولا لا، هو بيفكر انت بالرد ده هيحصل معاك ايه، هتحس بايه، هترتاح ولا لا. طيب في شويه حاجات كده انا طلعتها. هو في اسمه الديفنس ميكانيزم. ديفنس يعني دفاع، ميكانيزم جايه من ماكينه، جايه من ميكانيزم يعني لوحده كده بيحصل، زي المكنه شغاله كده اهوت. تحط من هنا قطن تطلع قماش، هي كده بيحصل حاجه، تحط بتطلع حاجه تانية. ميكانيزم الدفاع عن النفس، دفاع عن النفس ضد الضغط النفسي او يعني الاسترس. اول حاجه مثلا، ودي بنشوفها كتير في المجال الطبي، الدينايل يعني ايه؟ انكار، بتنكر. انا بوري واحد مريض، ادي الاشعه بتاعتك اهي يا فندم، ادي السي تي سكان، انا اسف جدا للاخبار التعيسه، حضرتك عندك سرطان، وادي الصوره اهي. لا دي مش صورتي، لا انا ما عنديش سرطان. مين قال لك؟ ما انا زي الفل اهو يا فندم، بس الاشاعه بتقول ده ستيج 4 ويعني لا. على طول اللاواعي رفض، الانكار، بيرفض. واحد قاتل، انت قتلت؟ لا. في ادله؟ لا ما فيش، انتوا كلكم كذابين. لغايه ما تحسن تجيب له فيديو وتقول له مش انت ده، ساعتها مثلا بيقول خلاص ده انا. لكن انكار ده هي بتنكر الاسترس، ستريسفول سيتويشن، بتنكر المواقف الصعبه اللي فيها ضغط نفسي عشان تخفف عن نفسك الضغط. طب لو اللي قدام بقى يفكر ازاي؟ يا فندم صح، انا عندي طيب العلاج ايه؟ السرفايفر ايه؟ العلاج كام سنه؟ العلاج مش عارف ايه، طب الجراحه، طب ده اللي هو التفكير المنطقي، وبتاخد وتدي مع الدكتور. يبقى ده شايف الفرق ازاي؟ شايف الفرق ازاي؟ ده بينكر على طول، طخ، وده بيتحاور، وده بيتناقش وبيشوف ايه الفرص اللي عنده.
حاجة تانية اسمها distortion. Distortion involved a person believing something to be true when it is not. يعني ايه الديستورشن؟ انا الترجمه ما ترجمتش، فانا بالترجمه من عندي. فانا لو ما عرفتش كلمه ترجمتها بالحرف العربي اقول اشرحها، لان انا كده بقى برضو انا كده فهمت يعني. ديستورشن اللي انت بتصدق حاجه غلط او مش حقيقيه، حتى لو هي بتصدق حاجه ان هي حقيقيه حتى لو هي مش حقيقيه. يعني ايه؟ ماشي يا باشا، العسل بيشفي كل الامراض، انت مصدق ده يا استاذ؟ مفيش اي ابحاث محترمه مبينه ان العسل بيشفي اي مرض. لا، العسل بيشفي كل الامراض. انا رحت عند الدكتور واعطاني حبايه وما شافتنيش. لان طبعا يعني انت فكر الدكتور، مفيش حبايه اسمها الحبايه السحريه انت تاخد دواء لمده يوم ولا يومين ولا اسبوع وهتتشافى. لا، مفيش حاجه زي كده. بس انت متاكد ان 100% ان العسل بيشفي كل شيء، وتروح بقى ورا ناس بتبيع عسل مش عارف نحل جبلي ونحل شجري ونحل فضائي ونحل مش عارف فين عشان تجيب العسل بتاعه وعشان تتشفى. وكذلك في كل الثقافات وفي كل الحضارات وفي كل الديانات وكل العقائد. ده هو ليه؟ لان ده ردة فعل عقلنا اللاواعي، انه بيتعلق في حاجة مش حقيقية بس هو مصدق 100% ان هي حقيقية. طيب العقل اللي قداماني بقى، الفرونتال لوب ده بقى، العقل الحديث هيفكر ازاي؟ لا، وريني الابحاث عن العسل ونشوف كم مريض اتعالجوا من ايه الامراض اللي عالجها العسل، وانا لما اتاكد من كل ده اقدر اقرر انا هاخد عسل ولا مش هاخد عسل. بالنسبه للدواء الحديث، الدواء ما بيعالجش المرض بس بيحدم او الاعراض، فانا لازم اخده مدى الحياه. انه ما فيش حبايه سحريه هتشفيني من المرض على طول، وانا لازم اعرف الاول المرض يعني ايه. المرض مثلا ضغط الدم معناه ان قلبي فيه كذا، الشرايين فيها كذا. خلاص انا فهمت المرض، فهمت الدواء، فهمت اللي انا لازم اخده مدى الحياه، لازم اقيس. خلاص ده التفكير ايه المنطقي. بس الوعي لا، الدكتور ده اعطاني حبايه ما نفعتش، وانا العسل قالوا واخد عسل، ويمكن العسل اللي انا خدته ده مش كويس، النحله ما كانتش كويسه، انا هاخد نحله عسل من نحله تانية. فهمتوا ازاي بقى الفرق؟ بروجكشن. حاجه تانية اسمها projection. Projection involves a person accusing someone else of having thoughts or feeling that they themselves are having it. يعني انت بتتهم حد يعني بتقول لحد انت، الكلمه مش مشهوره عندنا في مصر، انت متخلف عقليا، وانت اصلا متخلف عقليا برضو. فانت بتشرح اللي عندك، انت بتقول اللي عندك في شخص تاني. يعني بتشكي انت همك، بس بتقول الشخص ده بيعمل كذا 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 وعنده كذا كذا كذا. فاهمين الموضوع ازاي؟ الشخص ده انسان مش كويس، وبيروح وبيجي وبيشرب وبيعمل ومش مخلي باله من ولاده، وكل ده انت بتقول عن الحاجات اللي عندك انت، بس بتحطها عند حد تاني ان لا ده مش انا اللي كده، ده هو ده الشخص التاني ده كده. هي دي اسمها البروجكشن. طب العقل اللي قدام بس بتعترف بالمشكله، بتعترف انا عندي المشاكل دهيت، انا عندي مشاكل في الشغل، مسكوني بسرق، مسكوني بنهب، مسكوني بغش. خلاص بتعترف بالغلطه اللي انت عملتها. ده اللي قدام، اطلب السماح، اطلب اعاده تاهيل، اطلب كذا. ده لكن انت شفت العقل الباطني او العقل القديم او اللاواعي او الفطره او الغريزه وكل عملوا ايه؟ على طول عطوا انه لا انا ما عنديش كده، ده هو في واحد كده نفس الصفات. اوكي. Dissociation involve feeling discontinued from a stress or trauma event, or feeling that the event is not really happening. It is a way to block out mental trauma and protect
the mind from experience too much stress. دي association يعني مع، او يعني ماشيين مع بعض، ان انت مع associate يعني صديق، او بس بتتقابل اكتر في الشغل والكلمات الكبيره. دي associate انت بتبعد دي يعني بتبعد. فانت بتبعد نفسك عن المشكله. لا، ما حصلش خالص اللي انت بتقول عليه ده كله. اللي انا قتلت واحد، لا ما حصلش. هي زي الانكار بس انت بتنكر تقول انا ما عملتش كده. دي اسوسيشن بتقول اصلا ما حصلش الموضوع ده كله، ده تأليفك انت، ده تأليف حد تاني، هو بيتبلوا عليا او لبسوني تهمه. دي اسوسيشن. ايوه زي لبسوني تهمه، انا اصلا الموضوع ده ما حصلش عشان يحصل لي ضغط نفسي. لا، انا اصلا ما حصلش الموضوع ده. طب العقل اللي قدام ايه؟ الموقعة حصلت وانا كنت السبب. برضو الاعتراف، وشوف مثلا ايه البانشمنت بتاعت اللي انت عملته، اعاده تاهيل، اعتراف، بتسيب الشغل يعني. بيبقى فيه المنطق والحلول رايحه جايه. بس العقل بيعمل دي اسوسيشن على طول، لا دي ما حصلتش اصلا. فاهم انت ازاي؟ repression Repression involves avoiding thinking about something to block out painful or uncomfortable feeling, emotion, and impulses. Repression is unconscious process of a person is unaware that they are doing it. يعني بتعمل الحاجة ومش عارف اللي انت بتعملها. فاهم انت ازاي؟ يعني انت اللي واحد مثلا قتل واحد بعقله اللاواعي، حصل ريبريشن، هو عملها كانه ما كانش، هو اصلا ما كانش موجود. هي حصلت لوحدها. يعني الحاجه حصلت بقى المره دي، وعكس الدي اسوسيشن. لا، الريبريشن انت بتخلي الحاجه حصلت بس انت اللي ما كنتش موجود. ودي يعني اللي انت ما بتفكرش فيها، يعني ما بتفكرش بقى في الحاجه، خلاص بتعمل ايه؟ الحاجه اللي حصلت انك بتاخدها كده وترجع بيها لمكان ضلمه في اخر عقلك. يعني انت لو تخيلت ان عقلك ده عباره عن سرداب كده طويل، وفي اخر السرداب فيه اوضه ضلمه بباب حديد، انت رحت جاي اخد المشكله دهيت وداخل وماشي لغايه اخر السرداب ده، وفاتح الباب وحاطط المشكله دي وقافل عليها، كأن المشكله انت ما كنتش موجود في الموضوع ده خالص. المشكله ما حصلتش من الاساس. ده اسمه الريبريشن، بترجعها لاخر عقلك. اوكي. طب الفرونت لوب هيعمل ايه في الموضوع ده؟ برضو اللي هو الاعتراف بالمشكله. الاعتراف بالمشكله هو نص حل المشكله. فده المنطق ده، لا التفكير المنطقي ده التفكير. بس طبعا التفكير المنطقي فكر انت فيها، فالتفكير المنطقي هياخد حيز كبير جدا، هياخد وقت جدا ومجهود وحزن، وهياخد مشاوير رايحه جايه، ويعني حاجات كتيره جدا. فتخيل كل ده هيحرق قد ايه منك، هيسبب قد ايه على صحتك. فالعقل الواعي اللاواعي بياخد يقول لك لا 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 لا، اعمل بس الريبريشن، ارميها ورا وخلاص. شايف الفرق؟ عشان كده عقلك اللاواعي عايزك تعمل، بيديك الحاجات دي وبسرعه وبسرعه بسرعه بسرعه. reaction formation. حاجة تانية اسمها reaction formation. Reaction formation involves acting in a way that contradict unacceptable or an anxiety. يعني ايه؟ وده في مثال حلو قوي هقوله. يعني اللي انت المفروض كنت تبقى حزين بس الناس شايفاك بتضحك. انت المفروض كده غضبان بس الناس شايفاك هادي. فانت بدل ما تغضب، اللاواعي بيقول لك لا، اهدى اهدى اهدى. بدل ما تحزن لان الحزن هيسبب لك حزن بقى وهتبقى حزين، لا لا، اضحك اضحك. زي ايه؟ فيلم العار. الناس اللي اتفرجت على فيلم العار بتاع نور الشريف وحسين فهمي ومحمود عبد العزيز، لما راحوا في الملاحات وراحوا ياخدوا البضاعة، بعد كده فيشوا الهوامش، وبعد كده حسين فهمي انتحر، ضرب نفسه بالرصاص، والبضاعة اتسربت في المية وخلاص باظت، فخسروا فلوسهم، وده خسر اخوه.
محمود عبد العزيز عمل ايه؟ بدل ما هو بيبقى حزين وكده هوت، لا قعد يضحك ويرقص ويغني الملاحه الملاحه. وفاهم شفت ازاي احنا بنقول جن. لا، هو ده اسمه رياكشن فورميشن. انت بتحضر حاجه غير المتوقعه. طيب اللي قدام هيحصل ايه؟ العقل الحديث بيعمل ايه؟ خلاص، لا بتعترف حد مات، بتحزن، موقف فيه غضب بتغضب. هو ده بس يعني هي دي اللي هيحصل. بس الحزن طبعا هياخد حزين بقى انت، ومش ممكن ما تاكلش ولا تشرب، ويمكن لا، هو مش عايزك تحزن. عقلك اللي هو مش عايزك تحزن، مش عايزك تخش البروسيس ده. هو من اولها خلاك تضحك اهو. شفت ازاي؟ طيب. حلوه دي هتعجبه بقى. دي بقى إيه؟ اللي هي نيروتيك. نيروتيك inhibit awareness of unacceptable ideas, feelings, and action by passing them to protect oneself from feeling threatened. يعني انت بتبغض المشكلة او بتلوم حد تاني by passing، او بتعديها. يعني زي مثلا ايه؟ يا محمد ما تشربش كاكولا، كاكولا فيها سكر كتير وهتجيب لك السكر. طب وانا لما محمد صلاح بيشرب كاكولا، يا ابني ما تدخنش، الدخان هيجيب لك امراض ومش عارف ايه. لا، ده ما الفنان الفلاني الفلاني بيشرب سجاير. الفنان الرئيس دولة مش عارف مين بيشرب سجاير، يعني انا احسن منه؟ انا بعدي مشكلتي بعديها لحد تاني. او بس عفوا، يعني بلوم ان بعمل كده لان في حد تاني بيعمل كده. وطبعا احنا يعني عندنا في وطننا العربي يا ابني انت مقصر القفطان ليه؟ في سيدنا عمل كذا انا بعمل. طب ايه الفايده؟ لا، هو سيدنا عمل كذا فانا بعمل زيه يعني. سيدنا كان بيمسك مش عارف ايه بيحك بيه اودانه. طب انت بتحك بدانك بيها ليه؟ معرفش، ولا ان كان في الشخص ده بيعمل كده انا بعمل زيه بالظبط. بتلومها على حد بيعمل حاجه انت بتعمل زيه، انت مش فاهم انت بتعمل زيه ليه او الفايده بتاعتها ايه. بس لان الشخص ده عمل كذا انت باي باس بتلوم على حد تاني. اللي قدام هيفكر ازاي؟ بالمنطق. الحاجه دي ليها فايده ليك، ليها فايده لاولادك، ليها فايده لعائلتك، فايده للوطن، فايده لبلدك. لا خلاص مش هعملها. بس كده. الكلمه دي صعبه بس هحاول اقولها. procrastination، اللي هو بالبلدي كده، اللي هو المثل بيقول لك ايه؟ لا تؤجل عمل اليوم الى الغد. يا ابني قوم ذاكر، الامتحانات قربت، بكره. طب ما تعملهاش دلوقتي ليه؟ اصل المذاكره بتسبب ضغط، ما انت قاعد تذاكر بقى وعمال تعصر في دماغك وتقرا وتحفظ ومش عارف ايه، فمسببه لك ايه؟ ضغط نفسي. انا اعمل التقارير بتاعت المرضى كل يوم لازم. طب لما اروح انام شويه بعد الغداء، طب بعد ما اتفرج على فيلم، وعلى اخر ثانيه بعمل التقارير ليه؟ لان التقارير دي لازم، واكتب صح وحصل ايه مع المريض وعملنا ايه وهو قال ايه وكتبت له دواء ايه ومش عارف، واتصلت بالدكتور واتصلت بده وانا عملت كذا كتير. فانا اقعد اكتب التقارير دي ده على ضغط، ضغط نفسي، ضغط ستريس. فبقعد اجل فيها. وطبعا في مثال مشهور، بس انا عارف في ناس هتزعل مني كتير، اللي هو ما ت... ما تقول لنا عن الروح وتقول لنا عن الناس اللي هم كانوا في الكهف، الشباب اللي في الكهف ده والراجل ابو قرنين بكره. انا عارف الناس هتزعل بس هو مثال، يعني مثال احنا عارفينه كلنا تقريبا يعني عشان تعرف بس. طب العقل اللي قدامه يعمل ايه؟ روح ماذا احكي لي عن واحد ذو القرنين، هو اسمه كذا كذا الاصلي كذا، واتولد سنه كذا وكان يعمل كذا، وكان طوله كذا، وكان يعيش في هنا، وكان يا تعرف يا ما تعرفش. زي ما انت كده حافظ درس تاريخ ولا حافظ نشيد ولا حافظ اي حاجه عارفها،
بتصمها بتقولها على طول، مفيش لا بكره ولا بعده ولا الساعه الجايه، خلاص، لان ده انت حافظ. يا اما بتقول انا ما اعرفش، انا ما اعرفش مين ده، اسالها حد غيري. ده التفكير قدامي، بس اللاواعي بكره، السنه الجايه، طب تعالوا لي يوم الخميس، تعالوا لي يوم الاربعاء، بيأجل التأجيل. يا انا عارف ان انا هتشبح في الموضوع ده، بس دي كلها اللاواعي. اللاواعي انت مش بتقولها قصدك، انت مش بتقولها قصدك، لا انت بتقولها لانه في ضغط نفسي عليك. فعشان عقلك اللاواعي يطلعك من الضغط النفسي ده، بيديك الاجابه دي. يعني مش بقول انت مريض نفسي، لا، هو ضغط نفسي، ده رد لا ارادي، ديفense ميكانيزم. عشان بس الناس ما بتقولش ايه انا بقول حد مريض نفسي، لا، لما تعمل كده انت مش مريض نفسي، انت عليك ضغط نفسي. آه displacement. displacement يعني انت ايه، المدير بتاعك ضايقك في الشغل ولا رفضك، تيجي تروح جاي مطلعها على ابنك وعلى مراتك. فاهم انت ازاي؟ تاخد من المشكله من ده تحطها على ده، بس كده. دي الديسبيسمنت. بدل ما انت تتعامل مع المدير بتاعك، انت بتروح تضرب ابنك او تتخانق مع مراتك او تضرب واحد مثلا ضعيف في الشارع او كده، هو تتخانق معاه. هي دي الديسبيسمنت. اللي قدام بيعمل ايه؟ بيتعامل مع اللي سبب المشكله، يعني سبب المشكله، وبتروح مع عند ولادك ومراتك وكانك مفيش حاجه حصلت، لانه او بتبقى بتشرح لهم الموقف، انا مش تمام النهارده، لو سمحت سيبوني لوحدي لان انا كان معايا مشكله في الشغل. بس ده اللي قدام بيجي يفكر كده. لكن اللاواعي بيعمل ايه؟ طلعها خلاص، ما تردش على المدير بتاعك، روح طلعها على ابنك، على ولادك ومراتك، او على اي حد انت بتلاقيه. Identification. Identification involve a person adapting the thoughts and behavior of a person who has power over them. In many identification cases, the person using as a coping mechanism is being abused. دي بقى حلوة قوي بقى، دي بقى حلوة قوي. ازاي بقى معلم؟ دي اللي هي بنشوفها بقى مع ايه، عبد الله رشدي وهيثم طلعت. دي بقى اللي هو الديفنس ميكانيزم، زي ما الكتاب بيقول. الاستاذ ده صح، سيدنا ده صح، عاش من 2000 5000 سنه صح. هو بقى قال كده ليه بقى؟ لانه كان قالها، يبقى هو صح. دي الايدنتيفيكيشن. مفيش حوار. فما تقول ما في مثلا علماء في العلم الحديث واتكلموا وماتوا، ومش مش هنقدر نروح نتكلم معاهم ولا نفهم ازاي وصلوا للموضوع ده. هو لا، الناس دي في ناس جهات النقابات، اللي زي مثلا اللي قال ضغط الدم 120 على 80، ده اللي هو الطبيعي، اعلى من كده يبقى في ضغط دم. طب ما ده مات، اللي اخترع الجهاز ده واللي اكتشف كده مات، هنكلمه ازاي؟ لا يا حبيبي، في الاسوسيشن بتاعته زي النقابه، ممكن تروح تتكلم معاهم هو وصل ده ازاي وعمل كده ازاي، هيردوا عليك بنفس اللي هو فكر فيه الاستاذ ده. تمام؟ وبيقدم لك ال الابحاث، وبيقدم لك اللوجيك وكل حاجه، فان هو الانسان ده رد. لكن الاستاذ التاني سيدنا اللي مات بقى من 50,000 سنه، الناس اللي هم اصلا مش فاهمين. طب هو جابها ازاي؟ اصله كان يقعد ويلف ويروح ويجي ومش عارف ايه. ازاي؟ طيب العقل بقى المنطقي هيفكر ازاي؟ العقل المنطقي بيحط 1+1=2 بس خلاص. انا ازاي ابني حياتي على شخص مان من 50,000 سنه؟ انا ازاي اكلمه ازاي؟ طب حاجات جديده دلوقتي حصلت، اكلمه ازاي؟ اتفاهم معاه ازاي؟ مين؟ اما في الاستاذ عبد الله رشدي والاستاذ هيثم طلعت بيردوا، يا ردهم بس بيتكلموا، مفيش اي بادله، مفيش. ودول يعني بيتكلموا، هم ما شافوهوش اصلا، هم مفيش اي حاجه غير شويه كلام على ورق. هي دي المنطق اللي قدام بقى هيفكر بكده. دي valuation of other images. دي برضه حلوه، وبرضه دي بيستخدمها الاستاذ هيثم والاستاذ عبد الله كتير.
لازم يشوه منظرك. دي evaluation for of other image. لا image يعني الشكل الايمج اللي هو زي انت ايه في شخصيتك، لا يعني انت شكلك عامل ايه، لازم يشوه منظرك. اذا كان الملحد ده بص كان عامل ازاي، انا والاستاذ ده، انت شكلك لازم يشوه منظرك طبيعيا او نفسيا، او منظرك يعني كشخص، او مظهرك لازم يعمل لك يبوظ منظرك. فاهم انت ازاي؟ يعني يتكلم عليك، لازم يطلع فيك القطط الفالصه زي ما بنقول عندنا في مصر. لازم يطلع فيك عيوب، لازم وانت كذا، وانت وشكلك كده ومش عارف ايه، وتروح. فاهم انت ازاي؟ عشان هو يقول لنفسه بص انا احسن منه، انا احسن من اللي قدامي ده. هو مهما اللي قدامي ده بيتكلم كلام منطقي، بس ده شكله بص عامل ازاي، وغضب ربنا على وشه، وكلامه مش عارف ايه، وبيفتكر نفسه بقى عايش بقى في امريكا بقى، وفاكر نفسه مش عارف ايه. بيطلع كل الحجج دي، صح؟ اسمها devaluation of others image. شوه صورتك، شوه سمعتك، بس شوه اي حاجه ليها علاقه بيك. القدام بقى بيفكر ازاي، عقلك الحديث بقى بيفكر ازاي، عقلك المنطقي بيفكر ازاي، بيرد على الفكره. الشخص اللي قدامك ده بيفكر كذا، انا برد على الفكره وبس، ماليش دعوه بقى لا بمنظره ولا بشكله ولا بهدومه ولا بعيلته ولا بيعمل ايه بعد الظهر، ماليش دعوه خالص. انا بنتكلم، احنا متحضرين بنتكلم، بنحاور بس على الفكره. ده العقل المنطق. بس اللاواعي خليك تطلع عين اللي قدامك، يشوه سمعته، يشوه صورته، يشوه كل حاجه فيها. فدي طبعا يعني الاستاذ هيثم طلعت والاستاذ عبد الله رشدي اكيد كلنا سمعنا وازاي بيشوهوا اي حد، بيشوهوا سمعه او منظر اي حد، او اي طائفه او اي فئه بيجوا قصادهم. idolization دي حلوه بقى، يمكن اختم بدهيت يعني idolization of other image. طيب ان هو كمان نفس الشخص ده برضه بيعملها عبد الله رشدي وهيثم طلعت، بيعظموا من others images. اهي بتقول ايه؟ the subject make many references to how important certain people are or object are with an emphasis on their image. كمان يعني في نفس الوقت اللي هو عمال يشوه في سمعتك انت، بيعظم بقى في ايه؟ في شخص تاني. وسيدنا هيدا كان يحفظ 50 كلمة في الدقيقة، وكان يمشي على الأرض بطراطيف صوابعه، وكان أنه حتى ما يلمس الأرض بصوابعه. ليه؟ لأنه كان طهورا، وكان يصلي بالليل ويحمل بالنهار. صح ولا لا؟ عمال يعظم في ايمج حد، انه مفيش اصلا دليل على اي كلام اللي هو بيقوله ده، هو بس عمال يعظم فيه. ليه؟ لان هو عايز يقول لك ان احنا لازم نسمع كلام الشخص ده، لانه ممتاز جدا، لان الشخص ده عظيم جدا، لانه حفظ 1,000,000 كلمة في الثانية، فده يبقى عظيم، فاحنا هنتبعه ونسمع كلامه. على الناحية التانية هو عمال يشوه سمعة ومنظر دكتور مثلا، او مهندس، او فيزياء او كيمياء او مدرس. فاهم انت ازاي؟ او طائفة، او عمال يشوه في ناس دي. شايف الفرق؟ اللي قدامك ايه؟ اللي هو في الايديوليشن. لا ما فيش حد انا عندي انا مش عند عبد عند حد، ولا حد سيدي ولا اي حاجة. احنا في طبقات عملية وظيفية، احنا كإنسان كاشخاص كلنا متساويين، لكن في طبقات وظيفيه. انت بتتعامل معايا بكل احترام، انا بتعامل معاك بكل احترام. انا عارف ايه شغلي وايه حدودي، انت حضرتك عارف ايه حدودك وايه شغلك، وخلاص احنا بنشتغل كده. ده العقل اللي قداماني بيتفكر. انا مش هعظمك زي ما هما بيقولوا سيدنا وسيدنا العثمانيين ولا العباسيين ولا، لا مفيش حد سيدنا، لا. في طبقات، اللي تحت عارف بيحترم ازاي اللي فوقيه، بنحترم بالدرجات العلميه، بس مش بالحاجات اللي هو انا اقل منك خلقيا او جسمانيا او كده. هو لا، مفيش حاجه
سيدي وانا عبد وانا كده اهوت. لا، دول الحاجات دي مش موجوده. احنا بنتعامل على حسب الطبقات العلميه بكل احترام، وكل واحد عارف هو شغله ايه، فده اللي بيفكر بيه قدام. بس اللي ورا بيعظم ويمجد واي حاجه آه في واحده كمان بس عايز اقولها. آه اقول اتنين كمان ماشي. ريجريشن حلوه دي، ريجريشن دي جميله جدا. ان هو ايه الريجريشن؟ الرجوع للورا، بس الرجوع للورا بزمن، بوقت. ازاي؟ يعني مثلا واحد تلاقيه كبير في السن، مثلا منتصف العمر وطالع، آه بقى في ضغط نفسي كتير، بقى شغل مثلا وطلاق ولا افلاس ولا كده هو. فهو من كتر الضغط النفسي ده عايز يرجع بالوقت لما كان في وقت هو فيه مبسوط وعايش مرتاح. وايه احسن وقت ان احنا مرتاحين ومبسوطين فيه؟ لما كنا اطفال، لما كنا شباب. ما كانش فيه في طفوله تعيسه وفي شبابيه تعيسه ومش عارف ايه، بس في نفس الوقت برضو انت لسه ما عندكش المسؤوليات اللي انت في السن ده. مثلا عندك بقى اولادك في المدارس والجامعات، لو انت معتمديك عليك كليا. فعقلك اللاواعي بياخدك بقى ايه ورا لما كنت طفل ولما كنت شاب. فتعمل ايه؟ يعني احنا لما بنشوفها كتير كده، انا في امريكا برضو، هتلاقي مثلا واحد كبير في العمر 60 70 80 سنه، يروح جاي رايح شاري قميص مشجر وشورت كاكي وساندر، وعمل شعره زي ما كان بيعمله من زمان كده على جنب، و... وانا اهو انا شباب تاني. وينزل يشتري عربيه، تقريبا العربيه اللي كان بياخده ابوه ليها المدرسه، بتبقى انتيكه، بتبقى عربيه قديمه، ويمشي بيتمشى بيها وهو فرحان لانه حاسس ان هو في الزمن ده. او واحده ست كبيره مثلا تلاقيها مره واحده كده بقت تتكلم بصوت طفله، انا مش عارف ايه وكده. ليه احنا بنقول بقى مثلا تتدلع دي ولا ايه؟ لا، هي في ضغط نفسي، فرجعت لورا لما كانت طفله، كانوا اهلها بيدلعوها ومش عارف ايه، فهي رجعت بنفسها للوقت اللي كانت فيه ده هو. واحد كبير يتجوز بنت صغيره عشان ترجع له شبابه، ودي بنسمعها كتير صح. او واحده كبيره في السن اتجوزت شاب عشان يرجع لها شبابها، وهكذا. من ايه؟ من الضغط النفسي او الاسترس اللي هو بيحصل لها، فعايزه ترجع بالزمن او عايز يرجع بالزمن للوقت اللي كان مبسوط فيه. العقل اللي قدام ايه؟ لا، بتعيش سنك وبتعيش عمرك وبتتعامل مع المشاكل اللي عندك زيك زي اي حد تاني يعني. بس وايه المشكله؟ وبتعرف المشكله، والمشكله اعتراف بالمشكله نص حلها وبتمشي ماشي. الراشوناليزيشن، راشوناليزيشن اللي انت بقى ايه؟ آه بتحللها، بتعمل لها ايه؟ انت عامل مصيبه، وقع في مشكله، في حاجه غلط، وانت بقى عايز ايه؟ تحللها لي. عارفين بتوع الجماعه بتوع الاعجاز العلمي؟ هي دي الراشوناليزيشن. انت بتحلل حاجه ما ينفعش ما فيش انت تحلل لي ازاي اعجاز علمي؟ فاهم انت؟ بس هو بيقعد مثلا ساعه يتكلم على موضوع، وطبعا بقى بيخش اسامي غلط، مفيش مصادر، مش عارف ايه. ليه كل ده؟ لان هو واقع تحت ضغط نفسي، عايز يقول لك ان انا فكرتي صح من غير اي دليل كده. انت لازم تصدقها لان انا عملتها لك تمثيليه، عملتها لك مسلسل، عملتها لك فيلم، فانت تصدقها عشان انا عملتها كده بقى. صدقني. او اللي هي راشوناليزيشن برضو بتدفع عن ايه؟ لما اقول لك يا محمد انت ليه بتسرق؟ قول لي ما كل الناس بتسرق. شوف الرد، كل الناس بتسرق، كل الموظفين بيسرقوا، كل الناس كانت بتغزو في عصره، كل الناس كانت بتتجوز اطفال في عصره. لا، مفيش حاجه اسمها كل. يبقى دي كلمه السر اللي تبين لك ان الانسان ده لما يقول لك كل، واقع تحت ضغط نفسي. ابنك تعال حبيبي، ايه ده انت ساقط؟ ايه ده الشهاده جايب صفر؟ اه بابا كل الفصل سقط، المدرسه مش كويسه، كل الفصل سقط، كل التلاميذ ما عرفوش يحلوا الامتحان، كان صعب جدا. يعني زي كل، مفيش حاجه اسمها كل.
اللي قدام بيحلل ازاي المشكله هي واحده برضو، اصل هي المنطق منطق، فاهم انت ازاي؟ في المنطق، فهو عقلك الحديث، عقلك الواعي هيتعامل مع اي مشكله بالمنطق، هيشوف المشكله فين، هيروح يحلها. بس هي دي كلها. بس الطريق للحل المشكله هو ده الصعب، وهو ده اللي عقلك اللاواعي مش عايزه. ذلك فهي كده هم 20 اكتن اوت. دي حلوه برضو، اللي هو ايه، اللي تكلمه يعمل فيه اهبل. تكلم واحد في موضوع ويعمل فيه اهبل، دي بتشوفها كتير، ويعمل فيه عبيط او يضحك او حاجه زي كده. حاجه تانية دي دي حلوه دي. في الفانتسي اللي انت بقى بتخيل نفسك اللي انت في عالم تاني بقى، اللي انت امير ولا ملك ولا انت بقى رائد فضاء وانت عايش وماشي في الدنيا كده، مخيل الناس دي كلها ما بتتعاملش معاهم، وانت امير او ملك، او انت بقى مثلا كائن فضائي. برضه دي بتحصل. انا عايز اقول دي بصراحه، دي اسمها compartmentalization. compartment يعني وعاء. انا لازم اقول دي بصراحه، لان دي لايقه علينا تمام. بيستخدموها الاخوه عبد الله رشدي وهيثم طلعت. شوف قد ايه دول عمالين يقفوا تحت ضغط نفسي يا جماعه، شايفين؟ ويرجع لفيديوهات وشوف. يعني انا الكومبارتمنتايزيشن دهيت ان انت، انا قلت الكومبارتمنت وعاء، يقول لك دي في مكتب في 3 كومبارتمنت، يعني في 3 وعاءات انت ممكن تخزن فيهم. طيب يعني ايه بقى الكومبارتمنتايزيشن؟ اللي هو بقى تحت الضغط النفسي ده، الشخص تحت الضغط النفسي بيقسم المشكله. اكزامبل، الشيخ مثلا مش شيوخ غني ومعاه فلوس وعمال يركب في عربيات مرسيدس ويتجوز بنات صغيره ومش عارف ايه. يا شيخ ده مش ده كمان حرام؟ ما تتبرع انت كمان بالحاجات دي وتركب عربيه على قدك ولازم لا، دي نقره وهذه نقره اخرى. هي دي بقى، دي نقره ونقره اخرى. الناس اللي هي عبد الله رشدي وهيثم طلعت اللي ضد العلم وضد العلاج وضد مش عارف ايه، ولا في الطب القديم والطب مش عارف ايه. طب يا استاذ انت بتهاجم العلم ليه؟ طب ما التليفون اللي في ايدك، طب ما العربيه اللي بتركبها، لا لا لا، دي حاجه ودي حاجه تانية. فاهم انت ازاي؟ فهو بيفرق او بيقسم الموضوع حسب اللي ما يسببلهوش ضغط نفسي. يعني هو ممكن يشتم في داروين ويطلع داروين غلط، بس ما يقدرش يشتم في اللي اخترع التليفون. فاهم انت ازاي؟ ليه؟ ما ده علم وده علم. بس ما يقدرش يشتم في العلم اللي هو ايه، خيط له جرح. او يقول لك زي ما قال لك الشيخ الشعراوي، ما ربنا سخرهم لنا. فالسوكي العلم كويس، احنا بنستخدم تليفوناتهم وعربياتهم والمضاد الحيوي اللي بيبعته لنا وكل حاجه، بس ده مسخرنا. فهو ايه، عمال يقسم المشكله اللي مضايقاه. وطبعا اللي مضايقاه جدا انه عمال يقسمها على حسب المناسب ليه. اسمها compartmentalization، هي كلمه طويله قوي. في اهي الانتروجكشن. انتروجكشن اللي انت انا ديني احسن من دينك، انا عقيدتي احسن من عقيدتك، انت عقيدتك كلها غلط. هي اسمها دي introjection. Isolation of effect usually separate the emotional context of situation from actually happened. يعني مفيش ردة فعل، يعني مفيش اي اكشن. زي بوكر بيسموها البوكر فيس، لا وشك لا باين حزين ولا مبسوط ولا اي حاجه، احنا مش عارفين ايه اللي بيحصل في دماغك او مشاعرك ايه. طب يا جماعه، يعني في وفي اللي هو زي مثلا انت كذلك، انت بتؤمن بالخرافات وانت كمان، انت اقرا وانت كمان. فدي كلها حاجات عقلنا اللاواعي عملها او بيديها لنا عشان ما نقعش في الاسترس، عشان ما نقعش تحت الضغط. ليه؟ لان هو انت ما تقعد تحت الضغط هتقعد بقى تفكر وتحرق في نفسك وتحرق كالوريز كتير، سعرات حراريه كتير، لان التفكير
لما بتذاكر، لو الناس بتحب تذاكر او بتقرا او بتحل مسائل ومش عارف، بتجوع بسرعه. ليه؟ لان العقل بيحرق كالوريز كتير. انت كمان لما بتنام، لان عقلك بيقعد بقى شغال ينظم جسمك تاني وانت مريح كده وعمال يشوف ي- بيحرق حوالي، يعني لو انت نمت 6 7 ساعات حرقت على الاقل 800 سعر حراري، 800 كالوريز. 800 كالوريز دي مثلا ساعه في الجيم بتعمل كارديو، بس انت حرقتهم في 6 ساعات نايم. فتخيل العقل بيحرق قد ايه. وطبعا عقلك اللاواعي مش عايزك تحرق كل ده. لا، تحرق كل ده ليه؟ انا هديك اجابه بسيطه سهله تعامل بيها يا باشا. يمكن اللي انت بتقول له انا لا، ما كل الناس بتسرق، يمكن يصدقك وتخلص انت من المشكله، صح؟ بس الفرونتال لوب بقى لما بيفكر، العقلك الجديد بقى لما بيفكر بيقول لك لا، لازم تعترف بذنبك، تعترف بغلطك وتتعامل معاه. لا بس ده هيحرق كتير، لا روح للاواعي. الكلام ده كله يا جماعه انا جبته من ويب سايت اسمها ncbi.nlm.gov. دي اللي هي National Library of Medicine .gov اللي هي دي يعني حكومه، اختصار لجفرمنت. يعني دي يعني جايه من الحكومه، مش مثلا اي ويب سايت جايه من. واللي عجبني في الويب سايت دي انا كنت على طول يعني باخد منها، بيديك رقم البحث، بيديك رقم اللي انت عايزه. وفي البحث في الاخر خالص بعد ما تقرا عن المواضيع دي كلها، في التريتمنت، لو في تريتمنت يعني في علاج وكده، او في يعني الابحاث عملوا ايه عشان يثبتوا الحاجات زي كده. الموضوع ده هو ممكن يحصل، ممكن حاجه واحده بس منه تحصل، ممكن حاجتين، ممكن حاجتين 3 في وقت نفس الوقت، زي فيديوهات الاستاذ هيثم طلعت وعبد الله رشدي. الضغط النفسي مقطع نفسه في فيديوهاتهم. وفي اللي هي اللي انا قلت لك اللي بكلمه ويعمل اهبل، اللي هي اكتن اوت ايم انهبيشن، لا عفوا اكتن اوت. دي بياخدها هيثم طلع، اللي هو اكتن اوت، اللي هو بيستخف بالموضوع. انت بتكلم معاك موضوع جد، شوفها فيديوهات هيثم لما يعمل لك، يبقى ايه بقى، ها مش فاهم انت؟ ولما عبد الله رشودي كان في مره فيديو هو بيتكلم عن رشيد وحامل يا جماعه انتوا مش فاهمين عربي، ايه الهبل اللي انتوا فيه ده؟ هو ده اللي فيه الموضوع وعامل فيه اهبل او بيضحك من غير سبب. انت يعني انت لو حد بيشاهده، لو انت قلت لو انت قلت او انت قلتي، هو بيضحك على ايه؟ ايه الفاني هنا؟ ايه المضحك هنا؟ يعني انا مش شايفه الموضوع مضحك. دي طريقه الضغط تبين ان الشخص ده عنده ضغط نفسي، وبالطريقه السخريه او بطريقه اللي هو عم اخدها ببساطه، يعني ده ولا شيء يعني بالنسبه لي. ده طريقه بيقول لك انه ده انسان ده تحت ضغط نفسي. فاقول لك الويب سايت دهيت دي دوت جوف، يعني الحكومه الامريكيه هنا هي اللي مسؤوله عنها. بتبقى دي برضو اللي كانوا لما كنا بندرس وبنذاكر، دي اللي كنا بنروح ناخد منها الابحاث عشان نطلع البحث وكده اهوت. فدي موثوق منها جدا. فاللي عنده يعني في ناس طبعا هتعترض على اللي انا قلته. اللي عنده اعتراض على التشخيصات او السلوكيات، مش هقول تشخيصات عفوا، يروح للويب سايت دي ويتخانق معاهم هم، انا ماليش دعوه. اللي معاه مشكله مع الامثله، الامثله من عندي، بس انا قلتها اقرب شيء لمجتمعنا العربي وخصوصا المصري، لان دي اهلي وناسي وحبايبي. طب ايه الهدف من اللي انا بعمله ده؟ انا باين لك ان الناس دهيت يا جماعه هم اصلا مش قابلين، بس هو عايز. انا اقول لك حاجه وبصراحه يعني بالامانه اللي انا فكرت فيه، انا هيثم طلعت وبقول ايه ده، وعبد الله رشدي تحت الضغط النفسي وكل الحاجات اللي هي مبينه اللي هم تحت ضغط نفسي. انا قلت حاجه من الاثنين بصراحه، يا اما الناس دي بعد ما بتخلص الفيديو لازم تاخد لها حبيتين مهدئين بصراحه. لو انا اقعد اخلص فيديو نص ساعه ولا ساعه، ولا مع لقاء ولا مع ناس زي ديت، وعمال اكذب وادلس وعمال اخش في مواضيع انا ما اعرفش فيها، وعمال كل الضغط النفسي دي، علامات الضغط النفسي دي عماله تطلع، انا بعد الفيديو انا لازم انام لي اسبوع، لازم اخد شيء يهديني وينسيني اللي انا عملته ده لمده اسبوع. او بقول للناحيه الثانيه، بس انا ما عنديش ادله، بس ده انا بقول لنفسي يعني عمليه ضغط نفسي يعني تسبب لي ضغط نفسي. فبقول لنفسي، بكلم نفسي ان ممكن ان انسان يوصل للضغط النفسي ده بعد نص ساعه من الكلام ده كله.
اكيد شنطه الفلوس محرزه، يعني اكيد شنطه الفلوس تمام، لانه مش معقول انا اقف اتكلم كذب واتكلم بلاوي عشان على الفاضي. يعني اما اخد مهدئات لو انا ما بقبضش، او القبضيه بتبقى تمام. طيب، عشان بس اختم بالحاجه دهيت، عشان داخلين اهو في الساعه، ومعلش انا طولت المره دي، بس هو موضوع كبير. انه اللاواعي عايزك على طول تبقى في كومفورت زون. كومفورت زون يعني المنطقه اللي انت عايش فيها مرتاح، واصل للهيموستاسيس. الهيموستاسيس اللي هو الاسم العلمي للمنطقه اللي انت مرتاح فيها، اللي انت ما عندكش مرض، مش جعان، مش تعبان، ما عندكش الم، كل حاجه تمام، انت في الهيموستاسيس ستيت. الكومفورت زون، تطلع من الكومفورت زون دي مشكله. فعلى طول عقلك عايز يرجعك للكومفورت زون. يعني انا ما بدعيش حد ان هو يسيب الاسلام ويخش الالحاد، ولا حد من الالحاد يخش. انا ماليش دعوه، انت تلحد تسلم تعمل اللي انت عايزه، دي حياتك الشخصيه وانت حر فيها. انا ما بدعوش لحاجه خالص، انا بس بفهمك ان يعني الشخصيتين، الناس من ناحيتين بيتكلموا ازاي، وانت تعرف عشان تاخد قرار حكيم. انه اللاواعي حطك في منطقه اللي انت فيها دلوقتي، عقدتك ان انت فيها. بس لو طلعت من الكومفورت زون دي، يعني معناها ان هتفكر، هتقرا كتب، هتعمل الفرونت بقى بيفكر ازاي، هتقرا كتب، هتعمل مقارنات. ايه ده؟ ده تفكير كتير. لا، خليك يا حبيبي في الكومفورت زون. فيمكن الناس اللي بيتابعوا عبد الله رشدي ده وبيعملوا له لايك ومتابعينه، دول اللي هم عايزين يبقوا في الكومفورت زون، مش عايزين يطلعوا منها، عشان مش عارفين ايه اللي فيها، ايه اللي ورا، ايه اللي ورا السور ده. ما هتبقى مشاكل نفسيه، هخسر امي وابويا وهخسر مجتمعي، والناس يمكن يقتلوني لان انا هسيب ديني، او لو سبت الالحاد ورجعت الاسلام يقولوا لي ده فعل لي وانا مرتشي. فاهم انت ازاي؟ فانت عقلك على طول يحطك في الكومفورت زون، العقلك اللاواعي. فعبد الله رشدي اللاواعي دي حاجه كويسه حبيبي. يعني انت بس انت مش عارف، انت هيثم طلعت وعبد الله رشدي فاكرين انه اللاواعي ده حاجه مرض او حاجه مش كويسه. لا حبيبي لا يا معلش. فده السبب اللي انت لازم تعرف انت بتتكلم في ايه وبتتكلم على ايه، عشان يعني الناس ما يعني ما تدخلش الناس في مشاكل. يعني ما تدخلش الناس، لان في ناس بتسمع كلامهم ويقول له العسل احسن من الدواء وما تاخدش الدواء. يعني لا، مش ممكن، مش ممكن. و اتمنى اكون فدتكم، وشكرا جدا، والى لقاء اخر.